بعد مجيء جنازة السيد رضا الشيرازي رحمة الله عليه. هذا السيد النجيب عالم طيب حنون، فرد نسخة، هذا نسخة يعني فريد واقع. أنا أحكيها عن عقيدتي، عن إيماني، عن علاقتي الحقيقية. هذا المؤمن على كل حال، وصفه إني ما على كل حال. أنا كنت في إيران، هي قبل ما وفاته يعني ب10 أيام كذا، هو أجاني للبيت وأنا زرته. على كل حال شلون سبحان الله سبحان الله. اللهم لا اعتراض على أمرك، اللهم تغمته برحمتك وانزله فسيح جنتك. على كل حال في اليوم الثاني أو من يوم الثالث من وصوله، يوم الثاني من وصوله إلى كربلاء ودفنه وشيء، صار لمجلس في صحن الحسين عليه السلام، وقرأت وحنيت من قلب وقلت له: يا جماعة يا مؤمنون أيها الجمهور الكريم، هذا المجلس فاتحة منصوب على روح سماحة آية الله السيد رضا الشيرازي رحمة الله عليه. ترحمت الناس كلها، وقرأت وحنيت وقلت هاي تروح لشموع هالونة وهالحنة، ونفس المجلس هذا هم نهدي ثوابه إلى رحمة الله عليه. لا كل حال بعد 3 أيام من هذا المجلس أنا بالرؤية شفت سيد رضا. اي والله طلع ذيك الشوفه وبيده ورده حمرة جوري منها الممتاز هذا المحمدي، يشم بيها ويبتسم. قلت له: سيدنا حلوه هاي الورده، منين لك؟ قال: مو انت وديت لي حديقه؟ منتبه شنو؟ تبين هاي القرايه اللي قريتها إلى وهاي التعزيه وهذا الثواب وصل إلى بهاي الصوره، حديقه غناء. يقول لي: هاي منعتها الورده. الحمد لله، الله تقبل وأوصل. فمعناه أيها الشباب أيها المؤمن، أحسن ما يقدم الإنسان آخرته ولأمواته رثاء الحسين والبكاء على الحسين والأنين على الحسين.